بيعدي. بقالك 2 بتقول هرجع من اول الاسبوع اللي جاي، هنزل حلقة من اول الشهر اللي جاي. لا انا هبدأ من اول السنة الجديدة وهرجع لليوتيوب وبداية جديدة بقى وسنة جديدة والجو ده. ويعدي اسبوع، في شهر، في سنة، ومفيش اي حاجة بتحصل. اصل بصراحة كده انا عندي كرياتيفيتي بلوك. عندك ايه؟ اهلا بيكم، وحشتونا يا جدعان. طيب بما اننا كنا في فترة توقف اسوأ من توقف كاس العالم بالنسبة لكم، انا عارف انا مش جاي اتحجج باعذار واقول وعيد في كلام ملوش لازمة عن سبب الاختفاء. انا جاي اكلمكم عن سبب الاختفاء الحقيقي. انا عندي كرياتيفيتي بلوك يا جدعان، مش لاقي افكار. اعمل ايه يعني؟ بعد دراسة وفحص للموضوع ده اكتشفت ان في اسباب كتير جدا لفقدان الشغف او الكرياتيفيتي بلوك. هنتكلم عن شوية منهم الحلقة دي عشان الصراحة كده مكسر اتكلم عليهم كلهم. اول مرض او سبب للكرياتيفيتي بلوك، وده للاسف عندي وبشدة وبحاول اتخلص منه، هو البرفكشنزم او السعي للكمال الكلي بنسبة 1,000,000%. ده عبارة عن ايه؟ ده يا اما ان انت تطلع الحاجة اجمد ما يكون، يا اما ما تطلعهاش اصلا وما تعملهاش اصلا. لازم الحاجة تطلع بيرفكت بنسبة 1,000,000%، يا اما ما تطلعش. والمرض ده للأسف عند أغلب الناس. السعي وراء الكمال دايما متعب جدا وبيحبط أي إنسان، لأن أنت كإنسان تقدر تطلع حاجة 80% وياخدوا منك مجهود ووقت مثلا 3 ساعات، بس السعي وراء 20% الباقيين ياخدوا منك أسبوع شغل. يعني 80% ياخدوا منك 3 ساعات، بس 20% اللي أنت هتوصل بيهم للكمال ياخدوا منك أسبوع شغل أو أكتر. فأنا عايز أعرف رأيكم، واكتبوا لي في الكومنتات ايه الاحسن من وجهة نظركم، اننا نطلع 80% في 3 ساعات فالاجمالي بتاع الانتاج يبقى اكبر، ولا نركز على 20% التانيين ونطلع الحاجة بيرفكت 100% وانام جنبها سنة؟ انا بالنسبة لي اظن الاجابة واضحة، وهنا هقول لك جملة بالانجليزي واتفزلك عليك: done is better than perfect. تاني مرض عندنا بيعرضنا للكرياتيفيتي بلوك وفقدان الشغف هو التسويف، وده بقى احنا ما نتوصاش فيه. يعني انا عايز اكتب الحلقه دي بقالي 2 طيب ايه اللي معطلني الفتره دي كلها؟ ان انا كل ما اجي اكتب لا طب خليها بعد الماتش، اصل الماتش ده حلو ومهم جدا على فكره. خلص يا ابني قوم اكتب الحلقه. لا طب بص الماتش خلص بس في فيلم حلو لسه نازل لازم نتفرج عليه. طبعا ازاي نفوت الفيلم ده؟ لازم اتفرج عليه قبل كل الناس. طب بعد ما خلصت الفيلم، ياه ده الوقت اتأخر، يا دوب ننام بقى ونصحى نكتب الحلقة الصبح، والصبح يعدي وبالليل يعدي وابقى الحال على ما هو عليه. طب ايه الحل؟ الحل هنا عند ابو حميد زميل المهنة العزيز اللي كلنا بنحبه، لما قالك ابدأ يا معلم، ابدأ. مستني ايه؟ الماتش والفيلم والنوم والكلام ده كله مش هيروح عليك، مفيش حاجة هتفوتك. ابدأ خلص كوم المذاكرة اللي وراك، ابدأ خلص كوم المشاريع اللي المفروض تتسلم وانت مش عارف تعملها. انا عارف اني بقلب عليك المواجع وبصحي ضميرك اللي مات من سنين، بس بصراحة الموضوع مهم جدا. ابدأ دلوقتي مهما كانت الظروف، وهتلاقي ربنا بيكرمك وبتنجز وبتطلع احسن ما عندك. تالت سبب للكرياتيفيتي بلوك هو الكرياتيفيتي بلوك. انا فعلا ما عنديش افكار، انطفيت، انا ماتت، اعمل ايه يعني؟ طب هنا ايه الحل؟ الحل بالنسبة لي حاجة من 3. اول حل just do it. ابدأ وربنا هيكرمك والافكار هتجيلك بمجرد ما تبدأ. طيب انا عملت اول حل ده وبرضو الافكار ما جتليش، وعندي فقدان شغف ومش قادر اركز، وعملت كل حاجة مش نافعة، اعمل ايه؟ الحل التاني ان انت تفصل. مفكرتش مثلا انك ممكن تكون تعبان محتاج تفصل دماغك شوية؟ وهنا بتكلم انك تفصل دماغك بجد، يعني تبعد عن الموبايل يا صاحبي، علشان ده هيشتتك اكتر ويجيب لك وجع الدماغ. ممكن تقوم تطبخ اكلة حلوة، تتمشى، تحتسي القهوة في البلكونة. انت بتسمح لدماغك وبتديلها مساحة انها تفكر وتطلع بره ال4 حيطان اللي انت معيش نفسك فيهم. ولو الحالة صعبة قوي يعني يا عم خد لك يومين اجازة في اي حتة. تالت حل يا معلم انك تتبع استراتيجية فن النحت. وهنا مش بتكلم انك تقلد تقليد اعمى لغيرك،
بس مفيش مانع تاخد من غيرك افكار، وطبعا لازم تحط التاتش الجميل الرايق بتاعك يا صاحبي. عادي، كله بينحت، بس افتكر كويس، يوم ما تنحت انحت بشياكة. وبما اننا رجعنا بعد طول غياب، حابب اعمل ريبراندنج كده للقناة، اسميها اسم جديد ونعمل لوجو جديد يناسب المحتوى ويناسب الكلام اللي احنا بنتكلم فيه مع بعض. انتوا دلوقتي بتسمعوا كرييتور مع بولملاد. بس كده، ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب الجميل بتاعك. سلام.